إنفانتينو اللي أشاد كثيرا بالجزائر. وأيضا نعطيك معلومة أنه تكلموا حتى على مباراة نهائي كأس إفريقيا. إنفانتينو استغرب بزاف، يعني كان مستغرب وانتقد الشيء اللي داروا لجنة الاستئناف على مستوى الكاف. جميل. ونظن أنه حتى هو قال أنه الطاس راح ترد الحق للمنتخب السنغالي. هذه كمعلومة رسمية. قلت لك الزيارة هذه كانت ناجحة. تكلموا على الكثير من الأمور اللي تخص كرة القدم الجزائرية خاصة والإفريقية أيضا، لأنه ما تنساش أنه الجزائر ديما تدافع على إفريقيا. صح. الجزائر ماشي اللي تطعن في إفريقيا ولا تخدم جهات مصالحها. بارك الله فيك. دائما تدافع على الكرة الإفريقية ولا الرياضة الإفريقية. نعطيك معلومة أنه رئيس الفيفا طلب من يعني السلطات العليا وأيضا بحضور وزير الرياضة وليد صادي، طلب أنه الجزائر لما لا تعاود تولي تنظم تظاهرات كبيرة، لأنه هذا البلد الكبير وهذا القوة، يعني الجزائر احنا على بالنا راهي قوة في إفريقيا وقوة إقليمية وباعتراف الجامعة. نعم. طلب انه قال باللي انه الجزائر بلد كبير، لما لا يعني يعاود يولي ينظم تظاهرات كبيره. وتكلموا ايضا يعني ثمن ايضا الشراكه اللي كاينه ما بين الفيفا والاتحاد الجزائري القادم، وايضا الكره الجزائريه بصفه عامه، لانه نشوفوا الفيفا راهو هو كي جا دشن ثلاث يعني سنتحدث عن لا كي تكلموا على رئيس الجمهورية، هو تكلم معه بشكل عام على الكرة الجزائرية والكرة الإفريقية. أكيد المنتخب الوطني كان بارك الله فيك، ووجه له حتى دعوة لحضور افتتاح كأس العالم في المكسيك. نعم، المباراة اللي تجمع المكسيك وجنوب إفريقيا، المباراة الافتتاحية، فهمتني.